السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده انا عايزه اتكلم في موضوع كده غريب. هو مش غريب يعني، بس ايه يعني، اليومين دول بنشوف البلوجر او بنشوف حد وطني او نشوف حد اللي هم اشتهروا يعني. هتكلم على البلوجر الاول. البلوجر لما قبل ما اول ما بيظهروا يقعدوا بقى يفضلوا يقولوا للناس مش تكبيس، دعموني، مش عارفه ايه، ربنا يخليكم، ده انتوا مش عارفه ايه، ويقعدوا يشكروا وتقعد تشكر في الناس كتير، وتقعد يعني فاضل حبه ويبوسوا جزم الناس عشان تتابعهم وتدعمهم وكده. اذ فجاه لما البلوجر ده بيشتهر آه، بينسى كل ده، بينسى كل ده. اول مثلا لما يجيبوا حاجه جديده يجي يوريها للناس وحصل حاجه لك ده انتوا عينيكوا وحشه. يا جماعه شيلوا عينيكوا عننا، انتوا اساسا مالكم بتتدخلوا في حياتنا ليه؟ لا طب ما انتوا اللي دخلتي الناس في حياتك الاول. يعني انت دخلتي الناس لحد ما علوكي وبعد كده تديهم على دماغهم وبعدين تقولي تطلعي الناس اللي بيدعموكي وحشين. تطلعيهم ان هم مالهمش لازمه في حياتك، وانت خلاص بقيتي الطب، او انت ما تفرقش انت او هي. يقعدوا بقى يتكلموا محدش يتدخل في حياتنا، لو مش عاجبكم اعملوا بلوك واقفلوا واطلعوا من الصفحه. دلوقتي اطلعوا من الصفحه، دلوقتي اطلعوا من الصفحه. لما كنتوا بتعيطوا على لو فانز واحد طلع من عندكم كنتوا بتعيطوا. دلوقتي خلاص الشهرة خدتكم والهبل خدكم، يعني خلاص الشهرة خدتكم بقى، وان انتم تستعلوا على الناس بزيادة بهبل يعني. طيب دول البلوجر اللي مالهمش اي 30 لازمه، اللي بيغلطوا في الناس بعد كده لما بيشتهروا، لما بيظهروا وخلاص الناس بقت عارفاهم يعني. وفي منهم ناس كتير ومعروفين، واللي هم المفروض اللي هم التقال الايام دي. واحده كانت بتبيع بعد كده بقى طلعت تتنك على الناس، واحده عيله كانت ملهاش اي 30 لازمه بقى ليها لازمه، وبقت برضو تغلط في الناس. بس هي مش نعم. فده بقى رخم قوي قوي، والواحد بيقرف منهم الصراحه وبيتضايق منهم. انا الحمد لله مش بتابع حد فيهم، لاني بحس بتعالي غريب، وسبحان الله الواحد بيبقى له نظره للناس برضه. هاجي بقى للي هم الوطنيين، اللي هم واقفين في ظهر بلدهم، واقفين المفروض ان هم كانوا واقفين في ظهر بلدهم. وفجأة اول ما الاخوان بقى اتكلمت عنهم، او اول ما حصل بقى قلق واشتهروا هم كمان ان ده بيهاجم معرفش فلان الفلاني، وبيهاجم رئيس امريكا، وبيهاجم معرفش مين، هوبا فجأة فكرت نفسها حاجة مهمة. فطلعت بقى تتعالى على الدولة نفسها. يعني انت طالعة تتعالى على الدولة نفسها وتتعالى على الناس اللي بتقولك اللي انت بتعمليه ده غلط. بننتقد حاجات موجودة، بس ما ينفعش في وقت معين نطلع اي حاجة، لازم نسكت، لان الدول اللي حواليكي متدمرة، فلازم انت تسكتي او انت تسكت لحد ما ايه، اما ربنا يحلها من عنده. و اللهم صل على النبي، نخلص من الليلة دي بتاعتنا وخلاص هنعيش بقى، هنعرف نعيش حياتنا بعد كده. بس انت كواحدة او واحد ما تشوفيش نفسك. انت سعادتك مش هتيجي تعدلي على دوله، او بلاش دوله، مش هتيجي تعدلي على الناس اللي جم ووقفوك وقالوا لك ايه اللي انت بتقوليه ده غلط، مش وقته. لما ننتقد احنا بننتقد حاجات ظاهره، حاجات بسيطه، اسعار بقى مش عارفه ايه، لاجئين على يعني احنا بننتقد بس بادب. ما تجيش انت تقل ادبك وتقولي اصل انا حره، اصل احنا المفروض نعمل كده. لا سعادتك مش المفروض تعملي كده. لو المفروض على نفسك يبقى ما تجيش تقولي لي ان انا وافق على كلامك. لا انا اديك على دماغك. شفتي نفسك ليه؟ ولا شفت نفسك ليه؟ احنا اللي عملناكم، يعني احنا اللي عملناكم. انت سعادتك ما تجيشي تفرضي نفسك ان المفروض امشي وراكي واسمع كلامك. لا 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 لا، مفيش الكلام ده. لازم كده. انا واحده ادعم بلدي، مش ماشيه ورا حزب. انا واحده بدعم بلدي، مش ماشيه ورا حزب ولا همشي ورا احزاب. انا مع نفسي. لما قامت الثوره على مبارك انا كنت مع نفسي، ما كنتش مع حد. لما قامت الثوره على مرسي برضو كنت مع نفسي، ما كنتش مع حد.
انت بقى كنت مع 6 زفت ابريل مش عارفه مين، وكنت مع الاخوان وقال ايه توبتي. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، ده الكلام ده عندها هناك. وبعدين تقولي توبتي، وبعدين تلفي كده وتدوري وتطلعي سمك. اديك اخدت على دماغك، استفدتي ايه؟ ولا حاجه. والناس يدوك على دماغك، الناس الفاهمه الواعيه. انما الناس اللي معاكي دول شويه طبالين، لاي حد هيطلع يقل ادبه اصلا، هيفكروا نفسهم ان هم كده صح. لا، ما انتوا مش صح، انتوا مش صح. فيا ريت تنضفوا. البلوجر او اي حد عايز بيشتهر يعلي نفسه على الناس، لا بلاش، لان الناس كده كده هتوطيكوا، كده كده الناس هتوطيكوا. انما تطلعوا تعلوا على الناس وانتوا ما بتبصوش في حياتنا وانتوا ما اعرفش ايه، لا حبيبتي، محدش بيبص في حياتكم. انتوا اللي بتحشروا الناس في حياتكم، انتوا اللي بتدخلوا الناس في حياتكم. ربنا يعلي نفس الواحد. وانا مش عارفه حتى لو انا مثلا اشتهرت هبقى زيكم ولا لا، بس اتمنى لا. لو انا لو شهره جات لي وتعالى على الناس، يا رب انا مش عايزاها، يا ربي انا مش عايزاها، لان انا ما بحبش اتعالى على حد. ولله الحمد، يعني انا ايه دلوقتي وبعمل ايه، ولله الحمد، حاجه بيني وبين ربنا. بس محدش عارف الظروف فيها ايه بعد كده. بس يعني اتمنى لو في شهرة جاية اتعلي نفسي على الناس، يا رب انا مش عايزاها، والله ما عايزاها، مش عايزة حاجة عشان ما علاش على حد. وانا كده كده احنا كلنا ولاد تسعة. كده كده ما تجيلي فلوس المفروض اساعد بيها ناس، ما تعلاش بيها على الناس، ما ينفعش. اصل دي انت هتاخدي دعوات الناس وانت نازله قبرك، مش هتاخدي معلش التليفون معاكي وتشغلي التيك توك هناك وتقولي شوف انا بعمل ايه وبسوي ايه. لا، هتاخدي دعوات الناس وانت نازله. فبلاش تعالي على الناس يا شويه غجر. بلاش تعالي على الناس يا شويه غجر. انتوا شبعه من بعد جوعه، حرفيا شبعه من بعد جوعه. اي واحده بشوفها من البلوجر اللي بتعمل كده، او واحد او واحده، بسبلهم واطلع انا كده كده ما بعلقش على عندهم ولا بتابعهم، علشان انا عارفه قسما بالله، ببقى عارفه ان هم اول ما بيتشهروا بيبقوا عاملين ازاي. وده فعلا ده اللي حصل. ربنا يعلي نفسنا يا رب. السلام عليكم.